عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي يا رب تكونوا بصحة وخير. شايفين التحلية القمر دي مش تحلية يا جماعة، دي كريستالة او بنورة وفيها فواكه. لو فاكرين ان الطريقة صعبة، بالعكس دي من اسهل انواع التحلية اللي ممكن تعملوها. في دقايق بالظبط هتكونوا محضرينها. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نشوف الكريستالية دي عملناها مع بعض ازاي. بسم الله هنبدأ الوصفة بتاعتنا. واساس الوصفة يا جماعة ان احنا نعملها بجيلي يكون فاتح او شفاف. انا هعملها لكم بطريقتين. هنا معايا كوباية من المية المغلية، وحطيت عليها كيس من جيلي الاناناس. طبعا علشان هو فاتح استخدمي اي طعم باي نوع باي شركة اللي يعجبك. وحطيت عليهم معلقة ونص كده من السكر، وقلبتهم كويس لحد ما دوبت الجيلي والمية المغلية والسكر مع بعض. طبعا زي ما قلت لكم اي نوع تستخدموه، بس المهم يكون فاتح، ده اساس الوصفة. وبعد كده ضفت عليهم نص كوباية من المية الساقعة او المية المتلجة، وقلبتهم تاني كويس وركنتهم على جنب وسبتهم لما يبردوا. وعلشان ولادي بيحبوا جيلي الفراولة، فانا عملت الكمية الكبيرة من الوصفة بجيلي الفراولة. جبت كده 3 اكياس من جيلي الفراولة، وحطيت عليهم 4 معالق كبار من السكر، وحطيت عليهم 3 كوبايات من المية المغلية، وقلبتهم كويس لحد ما دوبت السكر والجيلي مع بعضه. وبعد كده ضفت لهم كوبايتين من المية المتلجة او المية الساقعة، وقلبتهم وسبتهم يبردوا. لكن زي ما قلت لكم اساس الوصفه بتاعتنا يكون جيلي فاتح. تعالوا بقى نحضر الفواكه اللي هنحطها في الوصفه. اي فواكه موجوده عندي. كان عندي عنب غسلته كده وفردته وحطيته، وعندي عنب احمر برضو غسلته كده وفردته وحطيته، وكمان معايا كده هنا حبايتين من الخوخ او 4 على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، برضو قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا هنا كده تفاحتين. انا بحب التفاح المصري يا جماعه عن التفاح المستورد، اللي زي بقى يكتب لي في التعليقات. وبرضو قطعتهم مكعبات صغيره كده، وخلطت الفواكه كلها مع بعضها. وبعد كده بقى اي صينيه اي قالب اي حاجه موجوده عندك اشتغلي بيها، مش لازم يكون قالب زي اللي انا بشتغل بيه. طبعا قلبت الفواكه كلها في بعضها وحطيتها كده في القالب، وبدات اصب عليها الجيلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هنا دول كميه ال3 بكاوي اللي انا عملتهم بالفراوله. بقلب كده عشان اوزع الفاكهه، وبعد كده هحطها في التلاجة لحد ما تبرد خالص وقوامها يكمل. وهقول لكم بقى على طريقه تانية كمان علشان تقدموا بيها، وانا بحب الطريقه التانية دي عن الطريقه الاولى. طبعا برضو هنجيب كده فواكه من اللي احنا ملخبطينها ومخلطينها على بعض، وبحطها كده جوه الكاسات او الاطباق بتاعه التقديم. وبعد كده بنزل عليها بكميه الجيلي اللي انا عايزاها، طبعا على قد الكاس. وزي ما عملنا في الكميه الكبيره هنعمل في الكميه الصغيره، وهنحطها في التلاجة لحد ما تجمد وقوامها يتماسك. وهنا التحليه بتاعتنا بعد ما قعدت حوالي 3 أو 4 ساعات في التلاجة وجمدت، بقت بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا قلبت الكبيره بقت بالشكل الحلو ده. دي تورتايه يا جماعه مش تحليه. وكمان قلبت البولات او الكاسات الصغيره، بقت بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا يا جماعه، انا عن نفسي بحب البولات الصغيره دي، سواء هتديها لاولادك ياكلوها بالمعلقه كده والكاس في ايديهم، او لو هتقلبيها كده او كده بتكون على قد استخدام فرد واحد بس. ما بتقطعيش بقى وتاخدي منها وبعد كده تعيني الباقيه في التلاجة، لا كده بتكون اوفر واحسن واسهل بكتير عليكي. اللي عجبته التحليه يا ريت يعمل لي لايك. مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.